من واحد تلميذ بسيط ولا أقوى سلطان في المغرب والأندلس. سلام الله عليكم ومرحبا بكم في ريل جديد على تاريخ المغرب. فمن بعد الوفاة ديال محمد بن تمرت سنة 1130 ميلادية، الحركة الموحدية كانت مازال في البداية ديالها ومحصورة في جبال الأطلس، والكثير قال بأنها غادي تنتهي هنا، لكن القيادة سلمها واحد الرجل سميتو عبد المؤمن بن علي، اللي تزاد تقريبا سنة 1094 ميلادية بالقرب من تلمسان في الجزائر، وكان من قبيلة كوميا من زلاتة. كان تلميذ مقرب لبنو تمرت، ولكن كان عنده عقلية الدولة ماشي غير دعوة. أول حاجة دارها نظم الجيش بشكل احترافي، دار قيادة مركزية قوية، وبدا كيطيح في مدن المرابطون وحده بوحده، ما زرب ما والو، قاتل سنوات طويلة حتى ضعف الخصوم ديالو، وفي سنة 1147 دخل مراكش وبالتالي نهى الدولة المرابطية. ولكن الانجاز الحقيقي ديالو هو هذا، غيبدا بانه وسع نفوذ الموحدون، سيطر على كامل المغرب، دخل الجزائر وتونس، طيح الدوله الحماديه، ووصل نفوذه حتى لطرابلس، وعبر الجيش ديالو الاندلس لتثبيت الحكم الموحدي فيها. هنا دار نظام اداري مركزي، وخلى الخلافه وراثيه في اسرته، وبدا عهد الدوله الموحديه كالامبراطوريه. فالمصادر التاريخيه كتقول بانه كان قائد صارم حازم عسكريا وكيعتمد على الانضباط الشديد. توفى سنة 1163 ميلادية، ولكن خلى وراه دولة قوية ومترامية الأطراف. إلا وصلت لهنا دير لايك، خلي تعليق، وتابع الصفحة باش يوصلك كل جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله